لازم كل واحد مننا يمشي في طريقه ونتطلق، مصلحتنا احنا الاتنين. عن اذنك. بعد 6 سنين جواز طلبت المطربة وردة الطلاق من الموسيقار بليغ حمدي. بليغ وافق مضطر من كتر ما وردة كانت مصممة. وبعد الطلاق وفي لحظة صدمة وألم عبر بليغ عن إحساسه ومشاعره بأغنية الحب اللي كان. بليغ حمدي كتب الأغنية ولحنها عشان يوصل بيها رسالة حب وعتاب لحب عمره المطربة وردة عن طريق أجمل الأصوات المطربة ميادة الحناوي، فبيلومها وبيحكي للناس حكايتهم زي ما هو عاش، وده من وجهة نظره طبعا. لكن المطربة وردة ليها وجهة نظر تانية هنعرفها في الآخر. تعال بقى نشوف ايه اللي حصل وايه اللي خلاه يكتب الاغنيه دي. يلا بينا. مساء الفل يا حلوين. انا مش هقول كان يا مكان زي ما بحكي اي حكايه، عشان المره دي بليغ حمدي اللي كتب الحكايه وعاشها بدأ بنفس الجمله دي. كان يا مكان، كان يا مكان. بليغ بيحكي الحكايه زي قصص الاساطير، اصلها قصه حب كبيره وجت بعد معاناه. بيقول لك ان بليغ اتقدم لورده واترفض من اهلها، لكن بعد انتظار 10 سنين اتجوزها وكانت دي حياته. الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان. طبعا ما هو واحد رومانسي وحبيب وواحده رومانسيه وقمر وكلها انوثه، لحد كده حلو قوي. طب ايه بقى اللي حصل؟ صرنا الزمان سرق منا فرحتنا، هو كده بيلوم على الزمن اللي سرق منه الراحة والأمان اللي كانت بالنسبه له الامان، وقاعد في بيته مش مصدق اللي حصل وبيقول حبيبي كان هنا. وشوف بقى وصف بليغ وهو بيعبر عن حب. حبيبي يا أنا. وبالوصف الرومانسي ده بيلوم عليها. يا نهار احوس، نسيتيه ازاي؟ بيقول لك ان بعد الطلاق صحفي سأل ورده وقال لها ايه اللي حصل بينك وبين بليغ، فردت ورده باستنكار وقالت له مين بليغ؟ والكلام وصل لبليغ وتعب جدا، وده اللي خلاه يقول لها يعني مش انا كنت حبيبك، انت لحقت تنسي اللي بينا؟ لا وكمان نسيت اسمي كمان، نسيت يا سلام على غدر الانسان. الراجل مش مصدق ان يكون في غدر كده، وبيفكرها باللي بينهم وعايز يقول لها الله يرحم زمان. والله زمان يا هوا زمان، والله زمان زمان يا هوا زمان. وهنا هنشوف قد ايه بليغ كان رومانسي. حبيبي جيت انا ليه في الدنيا دي الا عشان احبك، عشان يدوب عمري من جرح غدرك بدي، وحاسس من جرحها ان عمره بيروح وبيدوب زي شمع. شمع ورا شمع وتعيش انت اللي فرحة، وكل ده مش مهم لو ده هيفرحني. حبيبي فداك انا، وسنين اللي جاية فداك قلبي اللي حبك. يعني ضيعت سنيني وكسرتي قلبي، بس مش مهم، فداك يا قمر. امشي فوق همي فوق دمعي وغني، امشي فوق همي فوق دمعي وغني، يعني دوس كمان براحتك خالص، ولا تنزلش دمعة ليلة فوق خدك، ولا تنزلش دمعة ليلة فوق خدك. يعني كل اللي انت فيه ده يا بلبل ومش عايز دمعة تنزل في ليلة على خدها؟ هو في حب كده؟ حبيبي كان هنا مال الدنيا علي الحب والهنا. بلبل يا عيني مش قادر يصدق. من حرية الأرض ده بالحجر، ده بالحجر. طب وهو هيستحمل ازاي؟ من قلب جواه حب اتقتل، واه تاني من قلبها اللي جواه الحب اتقتل. على عاشق هواه من غير أمل، واه كمان دي بقى على نفسه عاشق هواه من غير امل. والشكوى لله مش للبشر، وبعد الاهات دي كلها سلم امره لله. عسل ومر انت وفاء وغدر انت، ما هو اصعب حاجه لما تحب حد فيه كل حاجه وعكسها. وحب العمر انت، لا ده كمان حب العمر. كدبة انت كدبة لكن احلى كدبة عتاني الزمان. ودي اصدق حاجه في وصف بليغ. ورده بالنسبه له كانت كدبه وهو صدقها، وهوضح لك ازاي بس قدام شويه. رقة انت رقة لكن شوق ودمع، رقتها وجمالها وشوقه ليها اللي زاد بعد الطلاق خلوه غرقان فيها وشايفها، بحر من الأحزان بحر من الأحزان. وكل ده وصله لحاله الذهول دي. حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا،
في الحب والهنا. من المفارقات بتاعت بليغ ان بعد 10 سنين انتظار زمان لما جيت بعد غيابك سنين، وبعد ما خلاص هيتجوز حب عمره، بليغ سافر بيروت ونسي الفرح. بجد زي ما بقول لك كده. ووردة والمأذون والمعازيم في انتظاره. رديت حبيبي جاني اشتاق لحبيبه تاني، وطبعا زعلت وردة فرجع تاني صالحها واتجوزها. لحبي لحناني ويا ريتني ما رديت، ويا ريتني ما رديت، فكده ندمان انه رجع لما عاش الجرح والألم اللي هو فيه. واصحاب طيبين يبكوا لو يوم بكيت، بليغ كان طول الوقت عنده مشاكل مع وردة، واللي كان نافعه اصحابهم، كانوا هم اللي دايما بيصلحوا بينهم. ويخافوا عليك يا غالي وعليا من ليالي، اصحابهم كان نفسهم انهم يكملوا مع بعض. من همسة من كلمة ويدوبوا لو غنيت، ما هو اصحابهم كانوا بيستمتعوا وكانوا بيستفادوا من فن بليغ، لان طول ما هو كان مع وردة كانت اكبر فترة ابداع لبليغ. فهو هنا بيسأل هم فين الصحاب دول؟ ليه ما حدش بيصالحنا؟ معقولة خلاص كده؟ ده حبيبي كان هنا. الدنيا عليا بالحب والهنا، ايه يا عم الكلام واللحن والاحساس الجامد ده؟ انا لما كنت بسمع اغنية الحب اللي كان، بجد ساعات كنت بلاقي دموعي نزلت. انت اتظلمت قوي يا بلبل. بس خلي بالك ده اللي حكاه بليغ، وهو طبعا مبدع في الكلام والالحان. تعال بقى نشوف وردة قالت ايه عن حياتها مع بليغ. بديت بالعذاب لحد ما قلبي داب ولا دقت يوم هنا، وردة قالت انه كان بيحبها وهي كمان كانت بتحبه جدا. وانا كمان كنت بحبه. كانوا كلهم ينصحوني ما اتجوزش بليغ لانه بوهيمي ايه ده؟ ايه بوهيمي دي؟ انا كنت فاكرها شتيمة. مجنون، يعني فنان مجنون. وكان في بيروت ونسي نفسه ما جاش. ما جاش. قعد 24 ساعة نسي انه هنتجوز، نسي. والله نسي. لطمته وقلت انا مجنونة، انا اللي مجنونة. اسف انا اسف. وطبعا الحب غلب كله واتجوزنا فعلا. من اغاني بليغ يبان ان وردة سابته وظلمته، لكن الحقيقة ان وردة اتظلمت معاه حتى بعد الطلاق. يعني مثلا سنة 84 بليغ كان عامل حفلة وعازم ناس وفنانين كتير في شقته، وهو دايما كان بيعمل كده. وكان في مطربة وعشيقها من ضمن المعازيم، وعلى الساعة 4 الفجر لقوا المطربة دي واقعة من الشباك ومتوفية. ودي كانت اشهر قضية في الثمانينات، ولحد دلوقتي محدش عارف هي اتقتلت ولا انتحرت. المهم اتحكم على بليغ بالحبس سنة بتهمة تسهيل الدعارة في شقته. فهرب بليغ وراح فرنسا وقعد هناك 5 سنين. فهو هناك بقى كتب اغنية اسمها بودعك. الاغنية بتقول بودعك بودع الدنيا معك. قتلتني جرحتني، المشكلة انه كاتب الاغنية عن وردة وكل الناس عارفة كده، وكلها كلام وحش في حقها. لا وكمان طلب من وردة تغنيها. وردة طبعا رفضت تغنيها لانه قايل في الاغنية انها ظلمته وتعبته، لكن عشان الظروف اللي هو كان فيها وعشان كانت بتحبه وافقت وغنتها كتكريم لبليغ. وكمان هي اللي اتوسطت عشان يرجع من فرنسا وياخد براءة من القضية. قال لها يا وردة لو بليغ جه انا هضمن لك اللي هيخليه يخش القفص، وهضمن لك ان شاء الله انه هياخد براءة. وحتى في مرضه كانت معاه لحد اخر ايامه. انا ما سبتش بليغ كبني ادم في محنته ابدا. يبقى مين بقى اللي ظلم التاني؟ بليغ لما قال على وردة كدبة انت كدبة لكن احلى كدبة، عشان فعلا وردة كانت احلى كدبة بعتها له الزمن. وده لان وردة كانت بالنسبة لبليغ مصدر الالهام والابداع، وهو كان صادق في حبه لوردة، لكن حبه ليها كان حب الشاعر وحب الملحن العبقري اللي عايز يعيش لحظات هيام وعشق وبس، لكن مش حب الزوج والبيت والاسرة اللي وردة كانت عايزاه. يعني ما عندوش مواعيد، حضر الاكل 500 مره سخنه، ما يقوليش يجيب معاه 10 تنفار مثلا. يسوق غلط على الرصيف، ستوب يا بليغ ستوب يا بليغ، فرملها ونزلني مراته في الليل. كرامتي ما استحملتش فطلبت الطلاق. بعد الطلاق بليغ كان هيتجنن عشان يرجع لوردة. طب ما هي كانت مراتك وكانت معاك في البيت. وردة بتقول انها لو كانت عرفت بليغ كويس زي ما عرفته بعد الطلاق ما كانتش سابته. يمكن يا ريت كنا بالصداقه دي واحنا متجوزين، كنت يمكن فهمته اكتر او فهمني اكتر. ما شفتوش من شهر ما شفتوش. تخيل عاشت معاه 6 سنين جواز وما عرفتوش غير بعد الطلاق. انت كنت فين يا عم؟ وبتقول ان بليغ كان يوميا بيشتري بوكيه ورد ويبعته لها طول سنين الجواز. مبالغ اللي صرفها عليا في الورد. كان بقى بليغ مات مليونير، هو يا عيني حنين وبيسب العينين. اصل بليغ كان استاذ في الحب، لكن في الاخر اكتشفت انه مش بتاع جواز. يعني مش بتاع جواز بالصراحة. اصل الحب والتسبيل والسهوكه حلو في الجواز، لكن مش هو كل الجواز. الحب لوحده من غير اهتمام وتضحيه واحتواء ما يفتحش بيت.
حكاية بليغ حمدي ووردة اتحولت من قصة حب أسطورية وجواز لطلاق وألم ودموع، والسبب الإهمال والغيرة وعدم الأمان. بليغ حمدي كانت حياته فوضى وعشوائية، لكن كان حالة فريدة من الفن والإبداع. لو دورت على أجمل أغاني لأم كلثوم أو حليم أو وردة أو شادية أو رشدي أو أجمل أغاني عموما في عصره، هتلاقيها ألحان العبقري بليغ حمدي. كان يا مكان، كان يا مكان. ما تنساش بقى تشترك في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية، وابقى اتفرج على الحلقات اللي فاتت. سلام.